السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تربية على مهل، مساحة هادئة للتربية. وعشان تقدروا تستفيدوا أكتر اشتركوا وفعلوا الجرس. في حلقة اليوم هتعرفوا إزاي تتعاملوا مع كل طفل بطريقته. لما يبقى عندك طفلين أو أكتر، طبيعي جدا في الأول تتعاملي معاهم بنفس الطريقة، نفس الكلام، نفس الأسلوب، نفس التوقعات. وبعدين تكتشفي ان ده بيستوعب بسرعة، وده ياخد وقت، ده يحب يجرب وده يحب يتفرج الأول، ده حساس وده صلب شوية، ده بيستجيب وده لأ، وده هادي وده يتحرك كتير. وتسألي نفسك، أنا بعمل حاجة غلط ولا أنا اللي مقصرة؟ الإجابة ببساطة لأ، انت مش مقصرة، انت بس محتاجة وعي. وعي ان كل طفل له طبيعته وشخصيته وطريقة استقباله للعالم. لما تستوعبي كده، التربية تهدى، الضغط يقل، والعلاقة تتحسن. الأطفال مش نسخ، كل واحد جاي للحياة بطبع مختلف، طريقة يتعلم بيها مختلفة عن غيره، واحتياج مختلف. مش معنى ان واحد هادي وواحد نشيط ان حد فيهم غلط، ولا معنى ان واحد يفهم بسرعة والتاني يتأخر انك فشلتي. ده اسمه تنوع طبيعي في شخصيات الأطفال. أوضح الفكرة أكتر. واحد، سرعة الاستجابة. هتلاقي طفل تقوليله يلا نلبس يقوم فورا، وطفل تاني يحتاج وقت وتكرار. ده مش عناد، ده اختلاف في سرعة المعالجة والتأقلم. تتعاملي مع الطفل السريع عن طريق انك تقول الطلب مرة وخليه ينفذ، هتلاقيه هينفذ بسرعة. اما الطفل البطيء، انزلي لسرعته، اديله وقت يتهيأ وقرري بهدوء. 2، طريقة التعلم. طفل يحب يعمل بإيده، يجرب ويغلط ويتعلم، وطفل تاني يحب يشوفك الأول وبعدين يقلدك. ده مش خوف، ده اختلاف في نمط التعلم. تتعاملي مع الطفل العملي، اديله فرصة يجرب. أما الطفل المراقب، ابدأي انتي وبعد ما يطمن شجعيه يدخل التجربة. 3، الحساسية العاطفية. الطفل لو زعقت له هيعيط ويقفل.